كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم يا رب علينا جميعا وعلى حضراتكم وعلى كل حبايبكم يا رب. ربنا كده يتقبل منا ويعيننا كده على ذكره وشكره وحسن كده عبادته. هنبتدي النهاردة في أول حلقة من في قصصهم عبرة الجزء الثاني. السنة اللي فاتت اتكلمنا عن الجزء الأولاني وكنا بنتكلم وبنقول إن كل القصص اللي ربنا ذكرها لينا في القرآن والأمثلة ما كانتش عشان احنا نقعد نقراها ونتسلى كده ونقعد نقول ايه ده شايفه ايه ده، ازاي الناس دي كانت بتعمل كده، ايه ده هي دماغهم كانت فين، ايه ده هم ازاي كانوا بيعملوا كده، واحنا نتفرج وكأننا بره المشهد. الحقيقة انه لا، كل القصص اللي ربنا حكاها لنا وكل الأمثلة وكل اللي ذكر في القرآن عشان هو ده منهج لينا احنا، عشان دي حياتنا وده اللي احنا محتاجين نعرفه في أي عصر وفي أي وقت وفي أي مكان. فاحنا بنحاول من خلال السلسلة دي نطلع من القصص ومن المنهج القرآني اللي موجود عندنا، نشوف ايه القواعد ونربطها بعلم النفس ونربطها من أنواع العقليات وان احنا ازاي كده نتعامل في حياتنا. تعالوا نشوف النهاردة ايه أول حلقة وأول موضوع هنتكلم عليه النهاردة. موضوع مهم جدا جدا جدا. عارفين يا جماعة لما بنشوف الأفلام، الفيلم بيبتدي كده بلقطة مشهد كده جريمة قتل، فرح، مثلا حد داخل السجن، مشهد كده بنتفرج عليه. بعدها يبتدي الفيلم يعني التتر بقى يبتدي ينزل والأبطال، وبعد كده يبتدي الفيلم يعمل فلاش باك ويحكي لنا القصة من أولها. تعالوا نتخيل كده إن الكاميرا بدأت لينا في فيلم بواحدة عندها حاجة و80 سنة، واحدة على فراش الموت، عندها أيا كان المرحلة العمرية بتاعتها على فراش الموت، وجنبها راجل هي قاعدة عمالة بتحسبن عليه. حسبي الله ونعم الوكيل، انت ضيعت عمري، انا جالي معاك المرض، حسبي الله ونعم الوكيل، أسوأ عشرة أسوأ حياة عشتها معاك، جبتلي المرض، بموت بسببك، حرام عليك، ربنا ينتقم منك. ومش بس كده، الراجل اللي معاها ده بيتخلى عنها وبيقول لها انا زهقت منك، انا قرفت منك، انا لسه كده بصحتي، انا مش ناوي افضل قاعد جنبك كده وانت عيانه، انا هسيبك تموتي لوحدك، انا مش هضيع عمري جنبك وانت عيانه، انا هنزل اعيش حياتي واخرج واروح اتجوز واتبسط ومش هنكد على نفسي وانا قاعد جنبك كده وانت بتموتي. وبعد كده الكاميرا اتحركت وجابت مشهد تاني لنفس البطلة، بس البطلة دي قاعدة على فراش الموت وجنبها راجل وهي قاعدة عمالة بتدعيله، تقوله ربنا يكرمك يا رب، ربنا يرضيك، أنا شفت معاك أحلى أيام، أحلى سنين، أحلى سنين من عمري كانت معاك، ربنا يرضيك، واشهدك يا رب إني راضي عن جوزي يا رب، يا رب والله كان الرسول بيقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، أشهد والله يا رب إن هو كان من خير الناس لأهله، ربنا يرضيك. وبدأت الست دي بتدعيله، وبدأ الراجل ده قاعد ماسك ايدها ويقول لها انت كنت نعمة الزوجة، انت حبيبتي، انت روحي، انا قاعد جنبك، انا مش هسيبك، احنا في الدنيا وفي الجنة مع بعض. ومشهد جميل مؤثر جدا وحاجة يعني. والفيلم بدأ يبتدي، خلصت اللقطتين دول والكاميرا بدأت ترجع تجيب لنا البطلة دي وهي عندها 18 سنة، تتخرج من المدرسة، داخلة الجامعة، وهي داخلة الجامعة وماشية قابلت الشخص اللي هي كانت بتحاسبن عليه، وقابلت الشخص التاني اللي كانت بتدعيله. الاتنين كانوا زمايلها في الجامعة والاتنين حبوها والاتنين قرروا يتقدموا لها. طيب المفاجأة ان احنا لقينا ان البطلة اللي كانت عارفة النهاية، حد فرجها على النهاية وحد فرجها على المشهد ده وفرجها على المشهد ده، اتفاجئنا ان البطلة اختارت الشخص اللي تخلى عنها، الشخص اللي كانت بتحاسبن عليه، اللي بسببه جالها المرض. ايه ده؟ ايه الصدمة دي؟ ازاي البطلة دي حد جه قال لها النهايتين دول وقالوا لها عرفوها انتي في مشهد كده وفي مشهد وهي اختارت ده؟ يا ترى عندها عقلية ايه؟ يا ترى هي فكرت ازاي؟ يا ترى هي اختارت ازاي؟ صدمة، صح؟ صدمة ان حد يبقى عارف اني هتجوز واحد هكون تعيسة معاه ويجيلي المرض، وواحد تاني ممكن اتجوزه اعيش معاه احلى سنين عمري، بس في الاخر اختار اللي انا هيجيلي المرض معاه. اختيار غريب وعقلية غريبة. انتوا عارفين ان احنا ممكن نكون زي البطلة دي بالظبط؟ ايوه، ما تيجوا نشوف.
الناس يا جماعة اللي اخترعت في الأفلام فكرة الفلاش باك والرايح جاي في التصوير ده، ونجيب لك المشهد الأخير ونرجع ونعمل ده، انتوا ما جبتوش التايهة. أول اللي عمل كده أصلا هو القرآن الكريم، مشهد النهاية بعد كده نعمل فلاش باك. ربنا جاب لنا يا جماعة في القرآن الكريم مشاهد نهايات، وبعد كده اتعمل لنا فلاش باك، يلا عيش الحياة، انت شفت النهاية، اختار عايز تعمل ايه. يعني ايه؟ ناخدها بقى بالراحة ونفهمها. تيجي الكاميرا واحنا بنقرأ القرآن تفرجك على مشهد ناس عمالة بتصرخ، سامع صوت صريخ ناس في جهنم، ايه ده ايه ده ايه الرعب ده، سامع ناس عمالين بينادوا على خزنة على خزنة جهنم، او بينادوا على مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، ناس عمالة بتستغيث بمالك تقول له ليقضي علينا، وناس تانية عمالة تنادي على خزنة جهنم طب ادعوا ربنا يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد من العذاب نخفف. صوت صريخ، ايه المشهد المرعب ده، والكاميرا تتحرك مشهد تاني، ناس حوالين بقى جهنم بقى موجودة، ناس قاعدة حواليها دايرة، يحشرون حول جهنم جثية على رجليهم مش شايلاهم، ينظرون إليها من طرف خفي، مش قادرين نبص عليها، مخبيين، عمالين رعب، مشهد مرعب. ناس بتصرخ، ناس في جهنم، ناس بتجري خايفة، ناس قاعدة حوالين جهنم عمالة بتشوفها بتتعذب بيه، حاجة مرعبة، ناس عمالة بتتحرق من الحر ومن الشمس، حر يوم القيامة، مشاهد بصراحة مرعبة. بعد كده الكاميرا تتحرك لمشاهد تانية جميلة جدا، تتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ده النهاردة يومكم، يلا تعالوا. ناس الملائكة عمالة تاخدها، لا لا لا، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. دول في حتة تانية خالص، دول قاعدين في كل اللي هم نفسهم فيه، قاعدين خالدين فيه. مشهد ناس داخله الجنه زمره صحاب كده مع بعض، يلا ندخل الجنه ونفرح الله، وعمالين بيطوفوا حوالينا كده الملائكه ولدان باكواب كده، عمالين بيعزموا وبناكل فاكهه مشهد ناس في نعيم، في راحه، في طمأنينه، في سلام، في فرحه، فرحه احتفال، يا الحمد لله ربنا صدقنا وعده وهو ده، ايوه، فرحه جميله جدا. وبعد كده المشهد والكاميرا اتقفلت ويحصل الفلاش باك، ونبتدي أنا وحضرتك وحضرتك الحياة. وكأن القرآن بيقولك انت هتعيش المشهد ده يا انت هتعيش المشهد ده، انت عندك فرصة انك تبني حياتك يا توصل للمشهد ده، يا عندك فرصة تبني حياتك انك توصل للمشهد ده، القرار قرارك، عشان ما تجيش يوم القيامة تلعب ضحية، ما كنتش اعرف يا رب، طب رجعنا يا رب، ولو رجعنا والله يا رب هنبقى كويسين ونسمع الكلام ونبقى شاطرين. لا لا لا، لو عادوا لو رجعتوا هتعملوا نفس الحاجة، لان انتوا اصلا شفتوا ايه الجديد. هو انتوا لما رحتوا شفتوا يوم القيامة، طب ما احنا قلنا لكم ان ده حق، طب ما القرآن قال لك انت هتعيش ده، وان ده حق، ده مش كلام اي كلام، ده انت هتعيشه، مش كائنات اخرى اللي هتعيشه. يبقى لما القرآن بيحكي لك مشاهد يوم القيامة، عشان انت دلوقتي تبني قراراتك، انت عايز ايه؟ يا ترى انت بتختار في حياتك القرارات اللي هتاخدك للمشهد ده، ولا انت بتختار في حياتك القرارات اللي هتاخدك للمشهد ده؟ يا ترى لما باجي اعمل اي اختيارات في حياتي بختار بناء على اللي يوصلني هنا مع الناس اللي بتصرخ وبتتعذب وملهمش فرصة والملائكة مش هترد عليهم اصلا غير بعد كام ألف سنة، ولا هختار اللي هيخليني، ده الملائكة مستنياني اصلا، طالعة من قبري الملائكة واقفة مستنياني، تتلقاهم الملائكة تعالوا، لا لا تعالوا ما تخافوش، واولئك عاملين لهم نظام حماية كده عشان ما يخاف. انت عايز ايه؟ انت عايزة ايه؟ لازم نفوق يا جماعة، احنا عمالين عايشين كده حياتنا كده ماشيين كده وسرحانين ومش منتبهين ان دي مشاهد كل يوم واحنا بنقرأ القرآن ربنا بيفكرك خلي بالك انت رايح هنا او هنا، اختار. يبقى ربنا بيعلمني من فكرة المشاهد اللي بيحكيها لي، ربنا بيعلم عقليتي وبيعلمني اختار بناء على ايه، اختار بناء على ايه. انت عندك شيء عينك عليه بتختار بناء عليه، بختار بناء على رغبتي في المشهد ده او في المشهد ده.
يبقى كل واحد فينا يا جماعة محتاج يراجع حياته ويشوف يا ترى قراراتي، اختياراتي، كل اللي أنا بعمله هيوصلني لأي مشهد من المشهدين دول. طيب بس كده؟ لا مش بس كده. احنا ان شاء الله في السلسلة دي كل حاجة هنتكلم عليها مش بس هنسقطها ونشوف الدرس للآخرة، كمان هنشوف في الدنيا ربنا بيعلمنا ايه في الدنيا. بيعلمنا مهارة يا جماعة مهمة جدا، حاجة اسمها نافيجيشن، حاجة اسمها زي ان انا بعمل كده ابحار او بنطلق، بروح اشوف المستقبل وبرجع تاني مكاني. بمعنى ايه؟ انا النهاردة عايزة اخد قرار في حياتي. طيب انا بدرس القرار دلوقتي وبشوف المعلومات اللي حواليا، بس ربنا برضو بيعلمك امشي 5 10 20 سنة، شوفي القرار ده نتيجته هتكون ايه، شكل حياتك هتكون منه ايه، اتفرجي على المستقبل بعد هذا القرار، بعد كده ارجعي شوفي انت عايز تعملي ايه. ناخد امثلة. واحدة ممكن تكون بتحب واحد ولكن هذا الشخص بيختلف عنها، ممكن في مستوى اجتماعي، علمي، فكري، ايا كان، فهي تبتدي تقول لا بس انا بحبه، انا لازم اتجوزه، انا شايفه انه انسان كويس. انا مش بقولك وافقي وبقولك ارفضي، دي حياتك، بس بقولك اتعلمي، اعملي نافيجيشن، روحي شوفي شكل الحياه بعد 10 سنين 15 سنه، اتفرجي على تفاصيلها، اتفرجي على قرارات مصيريه هتاخدوها مع بعض. هو عنده دماغ، انت عندك دماغ، هو عنده طريقه بيفكر بيها، انت عندك طريقه. اتفرجي على عائلات لما هتتداخل وتبتدي تفكر وتاخد قرارات تخص ولادك وحياتك ومدارس، اتفرجي، لقيتي المشهد عجبك وتمام، يبقى انا هرجع تمام، انا موافقه. بس انا لقيت ان انا مبسوطه دلوقتي ببص تحت رجلي، بس قدام هيبقى فيه خلافات وصدامات نتيجة اختلاف، هو متدين قوي شكل حياته، هو قد يكون اجتماعيا مختلف، قد يكون علم، ايا كان الاختلافات، لقيت ان ايه ده هيحصل صدام، يبقى انا لما مشيت شفت نهايات، شفت مشاهد ما عجبتنيش، لما رجعت عرفت اخد القرار بناء عليه. لما اكون مثلا بفكر في الانفصال، طب لا انا شايفه دلوقتي الحياه صعبه جدا، حلو انت عندك داتا دلوقتي، اوكي، لا بقول لك انفصلي وانا ما تنفصليش، بس بقول لك امشي بالمستقبل، شوفي شكل حياتك، والله بعد 10 سنين 15 سنه 5 سنين لقيتي المشهد عجبك، المشهد تمام بالنسبه لي، هقدر ارسم حاجه، لفي وارجعي توكلي على الله. لا لقيت ايه ده مش عاجبني، ايه ده لا، يبقى انا محتاجه ارجع اعدل ايه النهارده. بسمع كتير شباب، لا يا عم انا مش ناوي اتجوز، لا يا عم انا اخنق نفسي ليه والزم نفسي ليه بجواز، لا انا اعيش لنفسي واتبسط واعيش حياتي. يا سيدي حياتك، روح امشي شوف نفسك قدام وانت راجل كده كبير عندك 40 50 70 سنه، شوف شكل حياتك وشوف المشهد بخيالك، درب عقلك تمشي كده تشوف المستقبل وترجع. دي مهاره لازم ادرب عقلي عليها، حتى لو كان في الاول ما عنديش وضوح ليها، حتى لو في الاول مش عارفه اعملها قوي، افضل ابراكتس لحد ما اعرف اظبطها. شفت الحياه والله ارتضيت الحياه دي وعجبك، شكرا، ارجع كمل في قرارك. ايه ده لما مشيت قدام شفت حاجات ما عجبتنيش، ايه ده ممكن يحصل، ايه ده شكل الحياه، لا يبقى انا ارجع انتبه ان القرار والاختيار اللي انا بعمله النهارده ده مش مظبوط ليا او مش هيخدمني، ولو بيخدمني في المرحله دي مش هيخدمني في مرحله قدام. مهم قوي يا جماعه ان احنا يبقى عندنا مرونه كده في عضله عقلنا، ان احنا مش بس بنبص تحت رجلينا ايه اللي بيبسطني النهارده، ايه اللي بيريحني النهارده، ايه اللي انا بحبه النهارده، ايه اللي انا عايزه اعيشه النهارده واستمتع بيه، لا 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 لا، القرآن بيعلمك بص لقدام وشوف المشاهد، شوف العواقب، شوف النتائج، شوف المكافآت، شوف المشاهد اللي هتعيشها نتيجة اختيارك وقرارك علشان تعمل فلاش باك، ولسه دايما القلم معاك انك تظبط حياتك قبل ما الامتحان خلص والورقة تتسحب. كل واحد فينا محتاج يقعد مع نفسه كده ويراجع كده قراراته، حياته، اختياراته، علشان نوصل دايما يا رب في الدنيا وفي الآخرة لنهايات ومشاهد كده سعيدة في حياتنا. يا رب تكون كده الحلقة نورت كده حاجة عندكم، ومكملين عندنا كلام كتير قوي في السلسلة دي هنقوله عميق كده وهنتعلم حاجات حلوة. خليكم كده متابعينا، وبشكركم، هشوفكم ان شاء الله في حلقة تانية.